الفيديو ده هنبدأ بسؤال شكله سهل بس ما تتسرعش. لو بتستخدم كاشنج في الابليكيشنز اللي شغال عليها وعندك كي في الكاش بقى اكسبايرد، ايه اللي هيحصل للريكوستس اللي جايه تقرا داتا من الكي ده؟ وقف الفيديو وجاوب. لو اجابتك عادي، اول ريكوست هيروح يجيب الداتا من الداتابيس يحطها في الكاش تاني، وباقي الريكوستس هتستخدم الكاش من تاني. هقول لك ده الهابي سيناريو وفعلا بيحصل، بس ده لو الابليكيشن معلوش ترافيك قوي. انما لو في ترافيك حقيقي هتلاقي الابليكيشن بتاعك بيقع والداتابيس بتموت. في الفيديو ده هنفهم مع بعض ليه بنحتاج الكاش اصلا، وايه المشكله الكبيره اللي بيعملها اللي تقريبا محدش بيتكلم عنها، وازاي نحلها. يلا نبدا. الكاش ببساطه هو اننا هناخد نسخه من الداتا اللي موجوده على الداتابيس ونحطها في مكان اسرع. المكان ده ممكن يكون على الرام جوه الابليكيشن او في شيرد سيرفر زي ريدس مثلا. ليه ممكن اعمل كده؟ عشان اخلي الريسبونس اسرع واقلل الكولز اللي ملهاش لازمه على الداتابيس لو الداتا دي مش بتتغير كل شويه. خلينا نشوف الكود مع بعض عشان الدنيا توضح اكتر. لو بصينا على الكود اللي قدامنا وبالتحديد على الميثود اللي اسمها get product v1 async، هتلاقيها انها بتاخد product id وبترجع الديتيلز بتاعت البرودكت ده. بس في الاول بتروح تبص على البرودكت ده جوه الكاش، لو موجود جوه الكاش بترجعه، لو مش موجود بتروح تكلم الداتابيس وترجع البرودكت من الداتابيس، وبعدها بتحط البرودكت ده في الكاش عشان تاني مره يتقري من الكاش بدل ما يروح على الداتابيس. فاللوجيك بسيط وسهل، وده اللي بيحصل في معظم الابلكيشنز. بس في حاجه مهمه هنا عايزك تاخد بالك منها. هنا واحنا بنحط الكي ده في الكاش بنديله حاجه اسمها تايم تو ليف. تايم تو ليف يعني الكي ده المفروض هيكون موجود قد ايه في الكاش. طيب ليه بنعمل كده؟ باختصار عشان الداتا اللي موجوده في الداتابيس ممكن تتغير، فالنسخه اللي هتبقى موجوده في الكاش هتبقى نسخه قديمه مش الداتا الحقيقيه اللي في الداتابيس. فبنقول بعد وقت معين المفروض تمسح الداتا دي من الكاش، واول ريكوست جديد يجي يروح للداتابيس يجيب احدث نسخه ويحطها تاني في الكاش. طبعا في طريقه تانيه اسمها كاش انفاليديشن، يعني مش محتاج تايم تو ليف ان يخلص، اول ما الداتا ما تتغير في الداتابيس على طول بتعمل انفاليديت للكاش. بس دي اعقد شويه وبتحتاج ديزاين كويس عشان ما ننساش نمسح الكاش من مكان معين. عشان كده في حالات كتير معظم الابلكيشن بتعتمد على التايم تو ليف لوحدها. وخد بالك من حاجه هنا، الكود اللي موجود مش بس بيسرع الريسبونس، ده بيحمي الداتابيس من الكولز اللي ملهاش لازمه زي ما اتكلمنا قبل كده. يعني معظم الريكوست بتقف اصلا عند اول تو لاينز، بتقرا من الكاش بعد كده بتريتيرن الريزلت. بس خليني اسالك هنا سؤال مهم جدا، وهو ده اللي عاملين عشانه الفيديو. لو التايم تو ليف خلص، يعني الكي بقى اكسبايرد، ايه اللي هيحصل للريكوست اللي هتيجي بعد كده؟ لو الترافيك قليل عادي هيجي ريكوست هيلاقي مفيش داتا في الكاش، هينزل يقراها من الداتابيس هيحطها بعد كده في الكاش، واي ريكوست تاني هيجي بعد كده هيستخدم الكاش. بس تخيل معايا سيناريو تاني، وهو ان بدل ما ريكوست واحد جاي عايز داتا، في 1000 ريكوست جايين مع بعض في نفس اللحظه والكي اكسبايرد. ايه اللي هيحصل هنا؟ لو فاكر ان ريكوست واحد هيروح يجيب الداتا والباقي هيستنى، فانت هنا غلطان. في الحقيقه ان كلهم هيجوا مع بعض، كلهم هيروحوا على اللاين اللي بعد الكاش يقروا من الداتابيس، وبعدها كلهم هيحطوا الداتا في الكاش. طيب ايه المشكله اللي بتحصل هنا؟ خلينا نروح نبص على الدياجرام ده مع بعض. طيب ده الاكزامبل اللي كنا بنتكلم عنه. عندي هنا مش ريكوست واحد جاي بس، عندي 1000 ريكوست، كلهم هيروحوا يبصوا على الكاش هيلاقوا الكي اكسبايرد، هينزلوا على الداتابيس. فالكاش اللي كان موجود عشان يحمي الداتابيس على غفله بياخد جنب، وكل الريكوستس بتهجم على الداتابيس. وده مشكله مشهوره بنقول عليها ثيندرنج هيرت، واللي هو عندك قطيع من الريكوستس في الحاله اللي احنا بنتكلم عنها بيهجموا على الداتابيس مره واحده. طيب ايه المشكله في الكلام ده؟ المشكله ان الداتابيس هتلاقي اللود زاد عليها، فالكويرز هتبدا تبطأ شويه، فهيبدا يحصل تايم اوت على الابلكيشن، هيبدا يحصل ريترايز من الكلاينت، فممكن يوصل الموضوع حرفيا ان الابلكيشن يحصل له اوتج. وانا شفت الكلام ده بنفسي على كذا ابلكيشن، فالموضوع مش افتراض ولا اي حاجه، ده بتحصل فعلا. طيب ايه حل الموضوع ده؟ عايزين دلوقتي لما يجي ريكوست ولقى ان الكي اكسبايرد يروح يقرا الداتا عادي، بس لو جه ريكوست تاني او اكتر من ريكوست على نفس الاكسبايرد كي يستنوا الريكوست اللي راح يجيب الداتا. وده بنقدر نطبقه بطريقه سهله جدا عن طريق حاجه اسمها هايبرد كاش. خلينا نرجع على الكود بتاعنا. فلو جيت هنا بصيت على الكود هتلاقينا عامل انجكت لحاجه اسمها هايبرد كاش. طيب هايبرد كاش بيشتغل انترنال ازاي؟ يعني ازاي بيقدر يخلي باقي الريكوستس تستنى الريكوست الاولاني لما يخلص ويجيب الداتا ويحطها في الكاش، بعد كده هم يقروا من الكاش؟ بيعمل كده عن طريق ان هو بيضيف ديكشنري في الميموري. الديكشنري ده اول ما يجي اول ريكوست بيقرا داتا من كاش وما لاقيش الكي موجود فيها،
بتاخد الكي ده وتحطه في الديكشنري، والفاليو بتاعته بتبقى التاسك اللي بتكلم الداتابيس. ولما يجي ريكوست تاني هايبرد كاش بيخليه يعمل اويت على نفس التاسك اللي اول ريكوست عملها. فكده كل الريكوستس اللي جايه على نفس الكي بتستنى نفس التاسك، يعني بنكلم الداتابيس مره واحده. طيب تعالى نبص على الكود. فلو جينا نبص هنا على الميثود دي هتلاقيني هنا بقول هايبرد كاش دوت جيت اور كريت اسync، روح بص على الكي ده. لو ما لقيتش الكي ده روح نفذ الكول باك دي. فالكول باك ان هو يروح يجيب الداتا من الداتابيس. اللاين ده ما تشغلش بالك بيه، انا بس عامله عشان الديمو وعشان نقدر نسيميليت ان احنا عندنا اكسبنسيف كويري. بس في حاجه مهمه عايزك تاخد بالك منها. هنا لو تلاحظ احنا بنعمل دي بي كونتكست من الدي بي فاكتوري، احنا عاملين انجكت هنا للدي بي فاكتوري. طيب ليه ما نستخدمش على طول الاب دي بي كونتكست اللي استخدمناه مع اول ميثود هنا؟ باختصار لان الدي بي كونتكست اللي عايزينه يشتغل في الميثود دي ويروح يجيب الداتا من الداتابيس في اكتر من ريكوست مستنيه. فلو الكونتكست كان سكوبد لريكوست معين والريكوست ده مثلا حصل له تايم اوت او الكلاينت عمل ديسكونكت، كل الريكوستس الثانيه هتاخد نفس الريزلت بتاع اول ريكوست، وهو ان كلهم هيحصل لهم ديسكونكت. فاحنا بنتفادى المشكله دي اننا نعمل دي بي كونتكست ما يكونش سكوبد على الريكوست نفسه، السكوب بتاعه يكون الكويري اللي بتتنفذ على الداتابيس. طيب فده اول جزء عندنا في الهايبرد كاش. لو جيت تبص على تاني ارجمنت عندنا هتلاقي اننا هنا عندنا اوبجكت اسمه هايبرد كاش انتري اوبشنز، وده بيسمح لنا اننا نشيل الداتا في اكتر من مكان. اول مكان في اللوكال كاش اللي احنا قلنا عليه الرام، تاني مكان في ريدس لو انت عامل ريجستريشن للريدس عندك. فلو جيت تبص على البروجرام دوت سي اس تلاقي ان انا هنا عامل ريجستريشن لريدس ومش محتاج تعمل اي حاجه تاني، لان الهايبرد كاش بيأوتو ديتكت ريدس ويستخدمها كلاير تانيه فوق الميموري لاير. خلينا نرجع للبرودكت سيرفيس. تعالى دلوقتي بقى نتست الكلام ده مع بعض ونشوف الفرق بين اول ميثود وتاني ميثود. فخليني اعمل ران للبروجكت وتعالى نبص على البروجرام فايل عشان نعرف احنا هننادي على ايه بالظبط. ففي البروجرام فايل عندي اول ميثود اللي هي v1 products سلاش الاي دي. تعالى نجربها ونجرب بعديها v2 المفروض هيرجعوا الاوبجكت ديتيلز. تعالى نروح لكروم تاني ونقول مثلا الاي دي 42 رجع لي الاي دي 42. لو قلنا v2 نفس الكلام رجع لي الداتا. طيب عايزين نسيميوليت ان احنا عندنا اكتر من ريكوست جايين في نفس اللحظه، ده بنعمله عن طريق اند بوينتس تانية نعملها. لو جينا نبص على البروجرام فايل هتلاقي ان عندي اند بوينت اسمها سيميوليت، خلينا ناخدها كوبي. من جواها بنعمل ايه؟ من جواها بشيل الكاش عشان اسيميوليت ان احنا عندنا اكسبايرد كي، وبعدها بعمل ريسيت لكاونتر. هتعرف فايده الكاونتر ده ايه دلوقتي. بعد كده بعمل ستوب واتش عشان اشوف التايم اللي هيتاخد قد ايه. بس هنا اهم جزء، هنا عندي فور لوب كولرز ده شايل عدد الريكوست اللي بتعمل كول، فانا حاطط هنا الرقم 500 ريكوست. فكل فور لوب بتروح تضيف تاسك اللي هي سيميوليت 1 كولر. لو رحت على 1 كولر تلاقيها كل اللي بتعمله ان هو على حسب الفيرجن اللي مبعوته بتروح تنادي على get product v1 او get product v2. تعالى ننادي على simulate method ونشوف ايه اللي هيحصل. فلو جيت هنا قلت simulate slash v1 انتر تلاقي هنا ان ده بيقول لك المود v1 استخدمت اي ميموري كاش concurrent callers كانوا 500، الدي بي كويريز اكسكيوتد 500 كويري. فال 500 كويري اروحوا على الداتابيس مره واحده، والتايم اللي اتاخد عشان ينفذ الريكوست ده طبعا التايم بيتغير على حسب صعوبه الكويريز نفسها. طيب لو جينا نروح على v2 هتلاقي هنا بيقول لي المود v2 واستخدمت هايبرد كاش، عدد الريكوستس اللي كانت جايه 500 والكويري او الدي بي كويريز اللي حصل لها اكسكيوشن 1 كويري، والتايم اللي اتاخد قليل قوي كومبيرد باول ريكوست عندنا. طبعا اهم حاجه تهمنا هو عدد الكويريز اللي عملت اكسكيوت على الداتابيس. لو وصلت لحد هنا فانت دلوقتي بقيت عارف حاجه معظم الدوت نت ديفلوبرز مش واخدين بالهم منها، غير لما البرودكشن يعلمهم بالطريقه الصعبه. وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى اكون افدتكم وسلام.